اليوم أنا في زيارة إلى أفضل الأماكن في المدينة المنورة، وهي مزرعة المربد. وسبب التسمية أنه يطلق على المكان الذي يحصل فيه النمو، والأهم من كذا أن الدخول مجاني إلى تلك المزرعة. فنلف لفة سريعة، نشوف المحلات، نشوف الحيوانات اللطيفة اللي هنا، والأهم بنختمها بفقرة احتفالية نهاية الأسبوع. جهزوا حالكم، لا تروحوا في أي مكان، خلونا نبدأ. المكان جميل وراقي ويناسب العوائل، فيه أجواء طبيعية رائعة، خصوصا أصوات العصافير وقت الغروب. منطقة الطيور والأرانب يستمتع فيها الأطفال، الجلسات مرتبة والخدمات ممتازة، وتوجد دورات مياه في أرجاء المزرعة لتغطي مساحة المزرعة. تميز مزرعة المربد باحتوائها على محمية للطيور، مما يتيح للزائر التعرف على مختلف أنواعها وسط طبيعة خلابة ومدهشة. إضافة لذلك، تحتوي المزرعة على مرافق متنوعة من مطاعم ومقاهي متنوعة تقدم المشروبات ومختلف الأطباق الشهية، مما يجعل تجربة الزائر مميزة واستثنائية. تحظى المزرعة بشعبية خاصة بين العائلات ومحبي الطبيعة، توفر مسارات مشي مظللة ومناطق للتنزه، ومقاهي ومطاعم مريحة تقدم أطباقا محلية ومشروبات منعشة. يجد عشاق الطيور الكثير مما يبهرهم في المحمية التي تضم مجموعة متنوعة من الأنواع الإقليمية والغريبة. شوف الزحمة الجميلة، تحس إنك في سوق قديم، بس مرتب ونظيف. كل محل هنا له سالفة. صراحة اللي يحب يشرب شاي ولا قهوة لازم يأتي هنا. ويلا بينا على أحلى جزء. شوفوا اللطافة اللي هنا، هذه الأرانب اللي كل الناس تحبها، تحس إنهم عايشين في جنة صغيرة. صراحة اللقطة هذه حالها كفيلة تخليك تبتسم. اللي عنده أطفال أو يحبون الحيوانات، هذا المكان مثالي لهم. بس خلاص، ما نبغى نضيع وقت أكثر هنا، بنروح نشوف الفقرة الحماسية اللي وعدتكم فيها. شوف التغيير هذا الذي يصير نهاية الأسبوع، المكان يقلب باحتفال جد. ما يحضر فعاليات نهاية الأسبوع فاته نصف عمر. أجواء رهيبة، ناس مستانسة، صراحة حماس غير طبيعي. وبهذا نكون وصلنا لنهاية جولتنا في مزرعة المربد. لا تنسى تقول لي في التعليقات إيش أكثر شيء عجبك في المكان، واضغط لايك إذا حبيت الفيديو، واشترك عشان تشوف أماكن ثانية رهيبة نروح لها قريب. أشوفكم على خير.